الفيب ده حواراته كتير، مالها السجاير يا عم؟ بلاش وجع دماغ. اقول لك مالها، انا حذرتك من السولت، حذرتك من السوبر ايس، حذرتك من الليكودات المغشوشه والتعبانه، بس دي نقطه في بحر المشاكل اللي ممكن السجاير تعملها لك في المقابل. دي بالظبط كاني بقول لك خد بالك لا يجي لك اسهال، قمت انت قايل لي تمام انا هروح للي بيجيب لي سرطان. حتى السولت اللي انا حذرت في الافراط في استخدامه هو لا شيء مقارنه بالسجاير. بس بحاول اخليك على التراك الصح، بفكرك ان الفيب مرحله ووسيله ولازم تنتهي، تستهبلش وتدمنه اكتر. اهم من لما حذرت فعشان شباب المولد اللي معتبرين الفيب والريد بول دول كانهم ميه حرفيا عمالين يرضعوها، هم لسه مخهم في مرحله النمو اصلا. ايوه هو الفيب ارحم ليهم، لكنه مش مبرر ان هم يكملوا فيه. الجسم في الحاله دي بيبقى في مرحله حساسه لسه بينمو، واللي انت بتعمله بالكافيين والنيكوتين ده بيبوظ المرحله دي خالص. وفي النهايه الحقيقه واضحه وضوح الشمس. ما تفهمنيش غلط، انا مش بخوفك من الفيب، انا بخوف الشخص اللي عامل مولت ماشي باكس ليم في ايد وريد بول في الايد التانيه، وغالبا معاه ليكويد سوبر ايس. اكبر يا اسطى وعقل، عشان هيجي اليوم اللي هتندم فيه وهتقول الفيب عمل فيا وهتقعد تقرفنا. واخر حاجه تاني بكررها لك، احلق يا اسطى. صدقني والله العظيم شكلك فشخ بالمولت. سلام.